علاج نهائي للقولون العصبي وكل مشاكل القولون العصبي والمعده، ان شاء الله هقولها لكم في الفيديو ده. لو رحت لاكتر من دكتور وخدت علاج كتير ولسه بتشتكي من مشاكل القولون العصبي، يبقى لازم تتابعني في الفيديو ده، عشان ان شاء الله هقول لحضرتك حل نهائي لقصه القولون العصبي والمعده والقولون بشكل عام، ازاي تعالجه وازاي تتغلب على المرض ده. طبعا مرض صعب جدا، اللي عنده القولون العصبي يا جماعه عارف ان المرض ده من ارخم الامراض، ان المرض ده علاجه بيبقى صعب جدا. لو حضرتك رحت لاكتر من دكتور وكشفت في كذا مكان وخدت علاج كتير قوي ومفيش حل عندك، وعملت تحاليل وعملت اشعه وعملت ليزر ومفيش نتيجه، لسه الوجع هو والوجع بيروح ويجي، يبقى لازم تتابعني في الفيديو ده عشان هقول لك الحل. الاول نبداه من البدايه. القولون العصبي يا جماعه هو ان انت بتكشف عند اكتر من دكتور، جميع اجهزه جسمك بتكون سليمه ما فيهاش اي مشكله بعد عمل الاشعه والتحاليل. طب ايه التعب ده؟ طب عندي من ايه؟ طب بيجي لي من ايه؟ الدكاتره محتارين، الدكاتره مش عارفين، الدكاتره بيرجحوا ان دي تكون حاله نفسيه، ان ده يكون من التوتر. لكن انت عاوز تخف، عاوز تخلص من الكابوس ده اللي بيستمر سنه واثنين وعشرة، اللي بيحطم معنويات صاحبه. ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم عن تجربه شخصيه اللي حصل معايا، وحكيت قبل كده من سنتين، لكن هحكي تاني بتطورات تانيه حصلت. القولون العصبي ده يا جماعه ألم شديد في المعدة في مكان محدد أو فيها كلها، وتروح تكشف وتروح تعمل تحاليل والدكتور يقول لك كل شيء تمام. طب الوجع ده من ايه يا دكتور؟ طب الألم ده من ايه يا دكتور؟ طب الحالة اللي أنا فيها دي من ايه يا دكتور؟ يبدأ يديك أدوية ويقول لك ده ممكن يكون من التوتر، ده ممكن تكون حالة نفسية. يبدأ يفكر ويقترح لك أسباب، الأسباب دي ممكن تكون حقيقية وممكن تكون لا، والدكتور معذور، لأن حتى الآن لما يتم اكتشاف علاج نهائي للقولون العصبي. هقول لك انا حاجات تعملها باذن الله، باذن الله معاها هينتهي قصه القولون العصبي دي خالص يا جماعه. اول حاجه الاكل يا جماعه، الاكل يكون بنظام، يعني 3 وجبات في اليوم يكون لهم ميعاد الى حد ما محدد، فطار وغدا وعشاء. فطار خفيف، الغدا يعني كفايه رغيفين، والعشاء كفايه رغيفين، ما تقلش خالص في الاكل. بعد الاكل يا جماعه لازم حركه، لازم رياضه. اغلب مرضى القولون العصبي لما انا عملت احصائيه وكده لقيت انهم كسولين جدا، بياكل ويريح قدام تلفزيون في شغله في مش عارف. لا ده ما ينفعش، لازم حركه. اول حاجه ما تاكلش وتنام، اكبر غلط لمريض القولون العصبي. لازم حركه يا جماعه. بعد الاكل تتحرك اقل حاجه نص ساعه او ساعه الا ربع، كفايه نص ساعه بس، ما تقعدش. اول ما بتاكل وتنام الاكل جوه معدتك بيتخمر، بتصحى الصبح تلاقي مشاكل كبيره جدا حتى في عمل الحمام، وحتى بعد عمل الحمام بيبدا الوجع في بطنك. ودي اول غلطه بيرتكبها مريض القولون العصبي، انه بيكون كسول. لا لازم حركه بعد الاكل. كمان الاكل نفسه ما ينفعش يكون فيه شيء حراق، الكمون والفلفل والكلام ده يكون على خفيف خالص، ما يكونش فيه كميات كبيره في الاكل. طيب غير كده ايه؟ في اكلات انا بفضل تجربها، لو وجعتك ما تاكلهاش بعد كده: البرتقال، السفندي، الخيار، الخس، البلح الاسمر. ال5 اكلات دولت بتجرب، لو كلتهم وجيت اخر النهار بطنك وجعتك او تاني يوم او تالت يوم، خلاص تعرف ان منهم وان دي اشاره، دول تحاول تخف منهم خالص خالص خالص. الفواكه برضو على خفيف، يعني ما تقلش في الاكل بمعنى اصح. طيب ديت تاني حاجه. تالت حاجه، عاوزك تبقى هادي في التعامل مع المرض. من اكبر الاسباب اللي بتخلي المرض يستمر معاك ويكون قوي ويكون عنيف ويتغلب عليك ان انت بتتنرفز بقى، ان انت بتتعب نفسيا ومعنويا منه، فبتعمل هبوط. لا، عاوزك تبقى اقوى من المرض، تتعامل معاه بهدوء خالص خالص خالص، عادي جدا. وجع عادي تتعامل معاه انه وجع عادي. اما بتدخل الحمام او كده عاوزك تاخد راحتك في الحمام بالراحه، ما تستعجلش. اعمل حمامك بهدوء جدا جدا جدا، تاخد ربع ساعه، تاخد 10 دقائق، ما فيش اي مشكله. ده المريض القولون العصبي، هتحس براحه بعدها. اهم شيء بقى اللي هقوله لك دلوقتي، لو جربت اكتر من علاج واكتر من دكتور والعمليه اصبحت صعبه معاك، هقول لك ده اللي انا استخدمته وبفضل الله ما عادش خدت حاجه بعدها وخلاني 100 100. زيت الزيتون، وقلته لكم في فيديو قبل كده وبقوله لكم تاني، معلقه زيت زيتون يا جماعه بعد الفجر او قبل الفطار بساعتين هتخليك 10 على 10. تاخد
معلقه الزيت الزيتون ديت خام كده، زيت زيتون يكون نقي ونظيف، او تحطها في شويه ميه او شويه عصير لو ما تقدرش تاخدها خام. وبعد ساعتين او 3 كل لمده 10 15 يوم، هتحس براحه، هتحس بتنظيم، هتحس ان الالم بدا يروح بشكل كامل ان شاء الله. واي استفسار انا تحت امركم على قناتي على اليوتيوب. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.